تخيل معايا إننا دلوقتي في فيينا سنة 1805. المدينة غرقانة في التوتر والاضطرابات، نابليون بيزحف على حدودها والمدافع بترج الأرض وصوتها مسموع في كل ركن. أهل فيينا مرعوبين، منهم اللي هرب وسابها والباقي قاعد مترقب لمصير مش واضح. في نفس الوقت وفي دار الأوبرا القديمة كان في حاجة تانية بتحصل. كان في واحد عبقري واقف في الكواليس ومستني الستارة تفتح، ورغم إنه على مدار سنين عمل موسيقى هزت العالم كله، إلا إنه الليلة دي متوتر لدرجة إن قلبه بيدق بإيقاع أسرع من أي إيقاع كتبه قبل كده. والسبب إن دي أول أوبرا يكتبها في حياته، والأصعب من كده إن القاعة تقريبا فاضية. العبقري ده هو بيتهوفن، والأوبرا هي فيداليو، أول وآخر تجربة أوبرا في حياة العبقري اللي ألحانه لسه عايشة لحد النهاردة. بس يا ترى ايه اللي يخلي بيتهوفن يكتب اوبرا واحده في حياته؟ وليه العمل ده منجحش؟ وازاي كان ممكن تختفي من التاريخ لو ما كانش لحقها في اخر لحظه؟ الطبيعي إن أول ما تفكر في بيتهوفن فأول حاجة هتيجي على بالك هي السيمفونيات العظيمة، التاسعة اللي بتجسد البهجة، والخمسة اللي بتمثل صوت القدر. ده غير المقطوعات اللي بتهز المسرح من أول نغمة ولسه قادرة تعيش في كل قاعات المسرح في العالم لحد النهاردة. بس ممكن تكون ما تعرفش إن بيتهوفن بكل عظمته كتب أوبرا واحدة بس، ودي كانت مخاطرة كبيرة منه. بس إزاي الراجل العظيم ده واللي هنتكلم عنه في حلقة جاية بتاريخه الكبير والحرفية اللي كان بيشتغل بيها رغم كل ظروفه الشخصية الصعبة ما عملش غير أوبرا واحدة في حياته، وكمان ما نجحتش النجاح اللي ممكن تتخيله، حتى بعد ما عمل عليها تغييرات وتعديلات خلتها كأنها 3 أوبرات كاملة. تخيل بيتهوفن نفسه وهو قاعد قدام النوتة الموسيقية وبيحاول يألف، بس مش بنفس الحرية اللي كان بيألف بيها سيمفونياته العظيمة. كنت هتلاحظ إن في نوع من الصراع الداخلي جواه، تركيز مبالغ فيه وشغل ساعات طويلة. يا ترى إيه اللي بيخلي عبقري زي بيتهوفن اللي كان بيحب الأوبرا وبيحضرها كتير يبقى ده إنتاجه من أعمال الأوبرا ويبقى لحد آخر لحظة مش واثق في نفسه وفي نجاح عمله؟ الأوبرا الوحيدة اللي كتبها بيتهوفن في حياته هي أوبرا فيداليو، واللي مرت برحلة طويلة ومعقدة قبل ما توصل للشكل اللي نعرفه بيها النهاردة، لدرجة إن ممكن نقول إنها مجموعة أوبرات جوه أوبرا واحدة من كتر التعديلات اللي حصلت عليها على مدار سنين طويلة. بتنتمي أوبرا فيداليو لنوعية دراما الإنقاذ، والنوع ده دايماً بيتكلم عن بطل بيحاول ينقذ شخص عزيز عليه من خطر كبير أو من السجن أو الموت. والبطل في الأوبرا دي ست اسمها ليونور، بتتنكر في زي راجل وبتستخدم اسم مستعار وهو فيداليو عشان تقدر تدخل سجن سياسي، وهدفها الوحيد إنها تنقذ جوزها فلورستان. فلورستان محبوس ظلم في زنزانة ضلمة في السجن ده، وبيواجه الموت على إيد عدوه الشرير دون بيزارو. الأوبرا مليانة بطولة وتضحية وشجاعة، وبتجسد قيم الحرية والعدالة اللي بيتهوفن نفسه كان مؤمن بيها جدا. سنة 1805 كتب بيتهوفن أوبرا فيداليو لأول مرة باسم ليونور، وتعرضت الأوبرا في نفس السنة في فيينا اللي كان تم احتلالها من نابليون فعلا في الوقت ده. وطبعا الاحتلال ده كان سبب من أسباب فشل العرض الأول للأوبرا فشل كبير. ففي الفترة دي كتير من سكان فيينا اللي ممكن يحضروا العرض كانوا هربوا من فيينا، لدرجة إن أغلب جمهور افتتاح العرض كانوا من الجنود الفرنسيين، وحتى النقاد الأوروبيين كانوا مهتمين بالحرب وأخبارها أكتر من اهتمامهم بالفن. بس الحقيقة إن احتلال فيينا ما كانش السبب الوحيد في فشل عرض ليونور، ففي كمان أسباب فنية، منها إن الأوبرا كانت مكونة من 3 فصول طوال جدا وكانت معقدة بشكل كبير، ودي حاجات كان بيتهوفن نفسه شايفها، وده اللي خلاه يوقف العرض ويشتغل على أوبرا من تاني. بعد الفشل الكبير للعرض الأول اشتغل بيتهوفن مرة تانية على الأوبرا بمساعدة صديق له، وقدر يأثرها ويخليها فصلين بس، واتعرضت النسخة دي بعد التعديلات سنة 1806 وبرضه ما نجحتش، وبرضه بيتهوفن ما كانش راضي عنها وقرر مرة تانية إنه يعدل عليها. في سنة 1814 وبعد 9 سنين كاملين من أول عرض اتعرضت أوبرا ليونور باسمها النهائي فيداليو، بعد ما عمل بيتهوفن تعديلات جذرية عليها بمساعدة كاتب مختلف عن اللي اشتغلوا معاه قبل كده. وأخيرا نجحت الأوبرا فعلا بشكلها اللي فضل مكمل معانا لحد دلوقتي. وعشان تقدر تقيم حجم الشغل اللي عمله بيتهوفن على الأوبرا دي فكفاية إنك تعرف إنه كتب لها 4 أوفرتورات مختلفة، والأوفرتور دي هي قطعة موسيقية بتتعزف في بداية الأوبرا، يعني بمعنى أدق هي افتتاحية
افتتاحية الأوبرا. فعلى مدار التعديلات والتطوير اللي عمله بيتهوفن على الأوبرا كتب 3 افتتاحيات باسم ليونار، ده غير الافتتاحية الرابعة باسم فيداليو، ودي اللي بنسمعها دلوقتي في بداية الأوبرا. تخيل إن مؤلف موسيقي يكتب 4 بدايات مختلفة لعمل واحد بس، ده بيوري قد إيه بيتهوفن كان عنده هوس بالكمال، وإزاي كان بيحاول يوصل لأفضل شكل ممكن. على الرغم إن الفترة دي كانت مشكلة الصمم وصلت لمرحلة متأخرة جدا، وكان بيتهوفن في الفترة دي بيحس بالنغمات بقلبه وعقله، مش بيسمعها بودنه. فيداليو مش مجرد قصة حب، دي بيان سياسي متنكر في شكل دراما موسيقية. فالبطلة ليونار مش بس زوجة مخلصة، دي بتمثل الضمير في مواجهة الظلم، وبتمثل الحرية وهي بتحفر نفق في سجن الاستبداد. الأوبرا دي ظهرت في وقت كانت أوروبا بتغلي ثورات وانقلابات وصراع مستمر ما بين الشعوب والأنظمة الملكية، وبيتهوفن اللي كان دايما بيحلم بالعدالة والحرية شاف في الحكاية دي وسيلة يقول بيها رأيه بصوت عالي من غير ما يتكلم ولا كلمة. فمشهد النهاية في فيداليو لما السجين المظلوم يخرج للنور والناس تهتف للحرية كان بالنسبة لناس كتير حاجة أقرب للثورة، وناس كتير قالوا إن بيتهوفن حط فيه كل مشاعره عن القمع والعدالة والإنسانية. حتى موسيقى الأوبرا نفسها فيها رمزيات ما بين المارشات العسكرية اللي بتظهر في الخلفية وبترمز للقوة، والآريا بتاعت ليونار اللي بتمثل الأمل والصبر، والفينالا اللي فيها مزيج من الأمل والفرح والانتصار، بس من غير ما يكون نصر بطولي، ده نصر إنساني هادي. بس تخيل بقى إن المجهود الكبير ده كله كان ممكن يضيع في لحظة وبسبب غلطة بسيطة جدا. في مصادر بتقول إنه في وسط كل الصراعات والتحديات اللي واجهها بيتهوفن مع فيداليو حصلت حكاية غريبة ومثيرة للدهشة كان ممكن تخلينا ما نشوفش الأوبرا دي خالص. بيتهوفن كان طبيعته فوضوية شوية في بيته، وكان بيحتفظ بالمسودات والنوتات الموسيقية بتاعته بطريقة عشوائية. وفي مرة كان في بيته خادم ما يعرفش قيمة الورق ده، فاستخدم صفحات كتير من نوتة فيداليو الأصلية عشان يولع بيها نار الدفاية. بس بيتهوفن أو حد من أصدقائه على حسب بعض المصادر اكتشف الموضوع بالصدفة وأنقذ ما يمكن إنقاذه من الصفحات اللي كانت لسه موجودة. القصة دي بتورينا إزاي أعمال عباقرة زي بيتهوفن اللي بتعتبر كنوز إنسانية كانت ممكن تضيع لأسباب بسيطة جدا، وإزاي الحفاظ على الفن بيكون في بعض الأوقات بالصدفة البحتة. على الرغم من نجاح النسخة الأخيرة والنهائية من أوبرا فيداليو، إلا إن بيتهوفن لحد آخر لحظة ما كانش راضي عنها، أو تقدر تقول إنه ما كانش راضي عن تجربته مع الأوبرا بشكل عام. طبيعة بيتهوفن اللي بنعرفها من مقطوعاته وسيمفونياته بتوضح لنا إنه كان بيتعامل مع الموسيقى نفسها على إنها وسيلة للتعبير عن أفكاره الفلسفية، ويمكن ده اللي خلاه يقتنع بإنه بيلاقي حرية أكتر في القالب السيمفوني، وإنه ما كانش قادر يتأقلم مع متطلبات الأوبرا وخصوصا في عصره. ده غير إن بيتهوفن ما كانش بيكتب بسهولة، كان بيتألم عشان يكتب، وكان بيعيد وبيكرر ويكتب ويمسح آلاف المرات عشان يوصل للكمال في كل نوتة. والأوبرا بحجمها وتعقيدها كان بتاخد منه مجهود ذهني وبدني مهول، يمكن يكون أكبر من اللي يقدر يتحمله في المرحلة دي. وما ننساش كمان مشكلة الصمم اللي كانت وصلت لمرحلة صعبة بتزود من صعوبة التواصل مع المطربين والفرقة ومتابعة التفاصيل الصوتية الدقيقة المطلوبة في الأوبرا. فيداليو رغم إنها أوبرا واحدة في حياة بيتهوفن، لكنها أوبرا عظيمة وبتعتبر تحفة فنية. فغير إنها بتجسد كل قيم البطولة الإنسانية والحرية والتضحية اللي بيتهوفن كان مؤمن بيها جدا، فهي كمان شهادة على عبقريته اللامتناهية وتحديه لكل الظروف. وده اللي خلانا نختارها علشان تبقى حدوتة من حواديت أوبرا ريميكس. ولحد ميعاد الحدوتة الجاية بفكرك تشوف الحلقات اللي فاتت وتشترك على القناة عشان تشوف الحلقات الجاية.